يا بسم الله. السلام عليكم اخوتي، نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير على خير. اليوم فيديو جديد، حلقه جديده. هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا اجواء ديال العيد كيفاش كتدوز في مدينه فاس. ياك اخويا محمد، كامل مكه اجواء ديال مدينه فاس في عيد الفطر. عيدكم مبارك سعيد وانتم بأفضل حال وبصحة جيدة وبطول عمر. أقول له أخويا العزيز راه حدا مخلص أصلا وحدا مخلص، كي غادي ديرو لك التسجيل واش كنوقفو في راسك خويا تحضروه وراه ما كيعرفوا لا لي الصر، غير كيطوبلو غير كيمشي اخويا العظيم. معاك السيري يا عم، معاك السويطين اخويا العظيم. دابا فين غنمشيو؟ للمرجع ياك؟ ها؟ قول قول محمد، المرجع ياك؟ يلا نرجع خويا العظيم. سبحان الله العظيم كتسرق ثانية داك الاجواء عاد بدا كيمشي عند لافامي ياك عاد تيدير الزيارات دابا. عاد تيديروا الزيارات دابا ديالهم اللي عنده شي اسره كيمشي ليها. تحية للعائلات المغربية فيما كانوا. أحسن أجواء ديال العيد في العالم كامل هي الأجواء ديال المغرب صراحة. ما كاينش شي أجواء في شي مدينة ولا في شي دولة غير دولة المغرب، حيت هي مازال الشعبوية مسيطرة على هذه الدولة هذه. الحمد لله على الشعبوية، الحمد لله، لأن الشعبوية هي اللي كتخلي التآخر بين الأفراد. إسلام كيف عجيبة. ما تمشونيش أنا داخل المرجع. دابا حنا كندورو وكنشوفو الأجواء ديال العيد. اخويا العزيز كتشاهدوا الجلباب المغربيه تسود المناطق، الجلباب المغربيه تسود المناطق. معروفه المغرب بالجلباب، الزليج المغربي، الزليج البلدي المغربي الجلباب صراحه، الزليج البلدي الفاسد. وتحيه لفاسه وتحيه لكاسه وتحيه جميع الناس اللي وجدوا في المغرب كامل. احسن شعب هو الشعب المغربي بعد الشعب الفلسطيني. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يفرج على اخوتنا الفلسطينيين في المكان ياك. كنتمنى الله تعالى يفرجها على اخوتنا في فلسطين. فهذا الشيء اللي كيتدار فيه هضره بزاف ما عرفت ساكت. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، الله ياخذ الحق. المهم احنا غاديين، ما عرفتش دابا فين غادي نمشيو، واش غادي نمشيو دابا نهضروا على القضيه ديال الماكينه 110 وديال 49 وديال البريكاراسيون. باش نباركو داك الثمن اللي كاين ديال لافيرونس 6 شهور ولا في العام، واش لوجيك على انه يكون الموطور 49؟ ماشي لوجيك. اول حاجه، ثاني حاجه عطيك الموطور غير سلوح
انا دوزت واحد الموطور في 549 والله الا طبقت ولا كنت والله كنت لك الطريق ديال الطريق اللي كديروا باش كنت نبدا نقلب الساعات انا صبر بها ما طلعت خصوصا في المناطق اللي فيهم الاحداث في العالم كيف العائله ديالك هذا عندما ورايا واحد خمسه ورايا واحد خواتي هو مرضني والله ما كيبغيش يجي انا كنحس بالحاجات اللي غادي يديروا قانون اللي عاود شويه المواطن ماشي المستهلكين الثاني كيطلع له في راس المواطن غادي يمشي يحطو يدير شي توكيل تحت الله الحول ولكن مول البياس اللي كيبيعوا البياس ولا اللي كيبيعوا المواطن عندهم هذاك هو مصدر الرزق ديالهم راه ما يمكنلهمش يستغناو على يعني هما اللي خصهم يهضروا على الحق ديال المواطن باش هما اللي راكبين باش المواطن داير يوم ونص دير في الماكينه ديال 49 اول حاجه ثاني حاجه الموطن تيوزن 110 كيلو فوق 100 كيلو دير فيه الماكينه ديال 49 هذا هو هيك ما كاينش ما تدخلوش من الديوانه ماشي الديوانه كنطرقوا الصرف فيها وكتدخلوا وكتوافقوا على هذه القضيه ديال الماكينه فاش كيدخل كتوليو نتوما تعرقلوا الناس شنو كيتسنى نتوما باغيين الصندوق يعمر الناس باغيين الصندوق يعمر اما باش تقول لي راه نعطيك مثال راه انت خصك تشوف راسك اول حاجه تشوف راسك شوف الماكينه تشوف راسك شوف واش هاد الماكينه فعلا هي كومباتيبل واش قادر تهز جوج بلايص ولا ما قادراش ديروا واحد تيست وشوف واش فعلا قادره تهز جوج بلايص ولا ما قادراش والبوليس مثلا تشوف هي طلعت صدر بعد كيفيها ركب عند شي واحد ولا يسير بها لشي عبد كيفيها وشوف كيفاش غادي تطلع دوك ولا غادي تمشي ولا غادي وكنشوفوا بحال دابا مثلا خصهم يشوفوا داك القضيه ديال كيهضروا على الماكينه نشوفوا مثلا داك الناس اللي كيمشيو مثلا في كابريت والالعاب الهلوانيه هذوك خصهم يمشيو يتبعوهم ويديروا معاهم الحل هذوك خصهم ما يبقاوش يمشيو في الطرق العامه هذوك راه خدين لهم في كاميرا يكابريو ويديروا العاب هلوانيه وراه ديرها لهم راه ماشي ضروري الماكينه هي اللي تخليهم على انهم ما يديروش هذيك الخبره انا ضرب اللوج الله يبارك فيك الطريق ديال مدينة باب راه كتصلح الطرقات ما يقول لك اصلاحات جميع الميادين وغير الطرقات واصلاحات التوضيح اصلاحات المستشفيات بزاف ديال التغيير الطريق راه على مستوى الطريق على مستوى جميع النواحي انا اخويا كنحترموا القانون اخويا اسمح لي اخويا حنا كنحترموا القانون حنايا ولاد القانون وكنحترموا القانون ما يمكنناش نحرقوا ستوب ولا اخبارك فاش حيدوا ربوانات والله الا تلفت عليا الطريق ما عرفت دابا الطريق الكوثر كيف هي تسنا طريق الكوثر والله اقسم لا مازال اقسم بالله لا تسنا الجامع بمكتب الدوره ودي غادي والله مسحب مثل الجناح خلا لنا قال الله يشوف لو خرج بغينا ندورو بين الدنيا ديالنا وانت يا خويا راه ديالك ولا اختي العيالات اصاحبي اللي يصوب معاهم شي واحد اصاحبي العفو لا
ايوا لا تطيح لي ديال السنيال ديالي ديال السنيال ديالي سيرها شريتها سيرها مرة طايح قضية كوثر لا الحمق لما كانت الكوثر الله خويا الله خويا علاش حيد الربوان كنت حافظ انا الربوان كنت حافظهم هو كنت حافظهم انا في الربوان كنت حافظ الطريق ولا كنت حافظها في الربوان وين يا صبايا ايوا تروح دابا هاد الصف ما خصهاش ياك كيف يصلح ما فهمتش بقاو غير في البريباراسيون وقعدو غير صاحبي هذاك داير بحال هذاك بيير هذاك حجر ديال التازه بيير تازه راه القضيه ديال البريباراسيون ماشي بغيت نهضر عليها المسؤولين اللي بين هذا القطاع هذا اللي كيبيعوا ويشريوا هاد الدراجات الناريه كما خصهم يهضروا على الشعب باش هما تكمل لهم هذا لان مابقاش باغي يشري هذا مابقاش باغي يشري هذا ونكذبوا على الله دابا راه اللي عنده شي وطن راه إما خاص دابا اخويا محمد من غادي ندوزو واش مني لا ولا الوقت انا راني ما اخويا غادي نمشيو نيشان نمشيو نيشان صافي دابا عرفت صافي دابا خرجنا القواد ياك قويد ذات خرجنا قويد ذات دابا غادي نمشيو هكا سير اخويا وخوتي اللي عندك صدر يعني ما يحاولش يبقى يمشي يبغي يطوب ولا شي حاجه بحال هكا الطربيل تمشي معاها والله الوطن لا بان بك يبغى تعرف ما صدق نشرب دابا ضرب حد يجبنا من هذا هو الكل فيه هذيك تاع فرق تعرفوش هذا الجوايا عرفنا في الفرق او في الصافر الخطريه الشرطه فيه خدمه الأجواء ديال العيد مدينة فاس هكذا تكون هكذا تسير هكذا تكون الأجواء بالله لا
كنا نسرعوا في الوتيره ديال سلوك الملاعب وهاد الطرقات، نسرعوا في الوتيره ديال بناء ديال الدور ديال الناس بحال المساكن. راه دابا راه ربي اللي كيعلم فيه، دابا المساكن ديال غير الله ومسكين بحاله ولا عارف هذا هو السلام يرجع بالليل الثاني. تدير منهم اتونسيون، عندك الطاكسيات الحومه، الطاكسيات الكويت والعيادات، الطاكسيات الموضوع بالهول الماضيه ديالك هي اللي كذلك هذيك اللي كتدير برا هذا السينيور ديالي وانا كتكلاكسون عليا حتى ما تخليني ندور لا كتكلاكسون عليا وما عرفتش نغير. انا بحال التاطير الرب غادي يحيدوه، قلت له قلت هذا الرب ندير من الناس اللي غادي يعرفوا منين هذا الرب، ولكن درت فيه برج ايفل وحيدوه بحال الساحه على برج ايفل اللي داروه يدعسوا فرنسا. والله لا على هذا قال ديري برج ايفل. ما كنتوا تاخذوا السينيالات وما كنتوا غاديين عندكم تلقاو السينيالات ماشي هذا الرب يضر له هذا شو هذا لو كان إذا أخوتي عايزين مثلا ملتقى القناديل قناديل كانت تحتوي حوها مثلا الآذان حتى تقدر تقدر في أي وقت تقدر دير حركة لا إرادية في أي وقت. المهم هذا دخلنا بعد الحمد لله خاوية مثلا مثلا ماشيين مع العائلة ديالهم وجالسين كيشربوا أتاي خطرات مرحلة شوية حينا الرحيم ما تنسوش الدراري أحياء الرحيم راه أحياء الرحيم راه هذا في الحياة عليك كان المرأة الصادق قطعان هاي عامر هذا ما بعرفش تخلي البس قطعه يا فرقان هذا كنت يعرفوا البصاح ما غاديش تتهزق هذا كامل ها كرا في العالم دخلوا داخليا انا محمد راه ما صالحاش ولا خصك دير باش ما فيش ما دايرش انا راه البوليس شنو المشكل ديالو؟ المشكل ديالو خاصو يدير خطوه ويبروفيلينا على كابتن الوسط باش ينزل داك السحاب. دابا لا شهر بحال اللي يوزع هكا خاصك توزع هكا وتوزع هكا فهمتي؟ غدا ان شاء الله انت ما خدامش ياك غدا ان شاء الله ما خدامش غدا ان شاء الله نمشيو عند ولاد خالي وحشومه محمد قلنا له نجيو عنده واحد الكتابات القنطرة اللي كتدخلنا بن سودة في المنطقة اللي كتسكن حنايا هذا كتر هذا لا شيء صار مقارنة أخويا العزيز هذا خبرة وغرفة المدينة صورها ابن سودة
علاش خلاص كدوز عليها عارف الحمير عارف شي وحدين ما يمكنش اصاحبي ما كنعرفوها طريق الى طريق خلاص سوليت عليه وقال لي سيدة عايزكو سيدة عايزكو نعطى بس فيها وبس ترعى على فيها الحمد لله هذا نعمة هذه الأحياء وخيتي هذا هو اليوم تذكر واحد في الكومنتات أبونا عندك القناة أخرى مازال كده جدا سعري هذا ما نستطيع أن نقول إن شاء الله